زمن الفن الجميل، الجيل الذهبي، رمضان زمان ومسلسلات الفن الهادف. هي مسلسلات زمان فعلا كانت أحسن ولا احنا اللي كبرنا وبقينا نبص لها بنظرة الحنين للماضي؟ طب ليه مسلسلات زمان لحد دلوقتي لما بنتفرج عليها ومن أول حتى التتر بتاعها على طول بنحس بدفى بيملأ قلوبنا؟ يا ترى الفرق في نظرتنا للدراما ولا في صناعة الدراما نفسها ولا فين بالظبط؟ تعالوا معايا نشوف الحكاية. خلينا نبدأ من الأول. التلفزيون المصري بدأ البث الرسمي سنة 1960 ومن ساعتها بقى جزء من طقوس البيوت المصرية وخصوصا في رمضان. بس زمان كان عندنا قناتين أرضي بس، القناة الأولى والتانية، وده كان له تأثير وفرق كبير على الناس. إزاي؟ هقول لكم. وقتها كانت مصر كلها بتتفرج على نفس الحاجة في نفس الوقت، نفس التتر، نفس المشهد، نفس الجملة اللي بتتحول تاني يوم لإفيه يتقال في الشغل والمدرسة والشارع، وده في حد ذاته كان بيشكل وجدان ووعي جماعي عند الجمهور. وفضلنا ماشيين على الوتيرة دي لحد أوائل التسعينيات وبدأ يظهر لنا الدش، وفجأة بقينا قدام عشرات بل ومئات من القنوات. ومن وقتها بدأ السباق، مين يجيب مشاهدات أكتر، مين يعمل صدمة أكبر، ومين اللي يطلع ترند أسرع. وطبعا كثرة القنوات الفضائية وبالتبعية كثرة المسلسلات عملت نوع من التشتيت عند المتفرج، لأن كل واحد بقى بيشوف عمل مختلف على قناة مختلفة، ما بقاش فيه الوعي الجمعي اللي كان موجود وقت القناتين. تعالوا نشوف الفرق بين صناعة الدراما زمان ودلوقتي. زمان الكتاب والسيناريست أمثال الأستاذ أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد وإحسان عبد القدوس وغيرهم من الأسماء الكبيرة كانوا بيكتبوا أعمالهم بشكل واقعي جدا، كانوا بيعبروا عن الشارع المصري بجد، ما كانوش بينقلوا لنا بطل خارق ولا بطل دايما هو اللي صح، لكن كانوا بيقدموا بني آدمين حقيقيين فيهم الضعف، فيهم الطمع، الطيبة، الجدعنة. كانوا بيقدموا صفات بشرية لأننا بشر وجوانا كل الصفات، جوانا الحلو وجوانا الوحش. هم كانوا بيقدموا ده بجد، فالواقعية دي هي اللي خلت أعمالهم جوه سياق درامي واجتماعي حقيقي، ودي واحدة من أهم الأسباب اللي خلت أعمالهم خالدة لحد النهاردة ومختلفة وسايبة بأثر حقيقي محفور جوانا. لكن دلوقتي معظم الأعمال الدرامية بقت خيالية أكتر، دايما بتقدم لنا البطل الخارق اللي في صورة ملاك مش بيغلط أبدا، أو بتقدم صورة سلبية بشكل فظ عن المجتمع، وده مش كويس لأن الدراما بتأثر في تشكيل الوعي عند الناس، فلما بتكون إيجابية هتأثر بإيجابياتها، والعكس صحيح. زمان كانوا الكتاب بيركزوا على إبراز القيم المجتمعية والأسرية، كان عندهم رسائل بيقدموها في أعمالهم. دلوقتي بقى المهم في إنتاج العمل الفني أو الدرامي ضخامة الإنتاج، التركيز على أحداث تصنع ترند حتى لو كانت غلط أو بتعكس صورة سلبية في المجتمع. ولو هنضرب أمثلة هنتكلم عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، واللي كان حريص في كل أعماله على الواقعية وإبراز القيم المجتمعية. لو هناخد مسلسل زي ليالي الحلمية واللي كان من أعمال عكاشة واللي أبرز لنا فيه مجموعة كبيرة من القيم والمبادئ بتتمحور حول الوطنية المصرية، انتصار الخير والعدالة الاجتماعية، حميمية الحارة المصرية، وكمان ركز على التناقض بين الصراع الطبقي والتعاون الفدائي، وكتير من القيم والأخلاقيات اللي شفناها واللي ركز عليها سيناريست كبير زي الأستاذ أسامة أنور عكاشة في عمل زي ملحمة ليالي الحلمية. وهكذا كان شكل الدراما المصرية زمان. ولو هناخد مثال تاني، في مسلسل اسمه ساكن قصادي اتعرض سنة 1995، ده كان عمل كوميدي اجتماعي، فكرته الأساسية المقارنة والمنافسة بين عائلتين مختلفتين تماما، واحدة بتمثل الطبقة البرجوازية الراقية والتانية بتمثل الطبقة الشعبية المتوسطة البسيطة. في المسلسل شفنا خلفياتهم وقيمهم وطرق تعاملهم مع مشكلات الحياة اليومية، وكان هدفهم تقديم رسالة للتآخي والتغاضي عن الفوارق الاجتماعية، وإن الجيرة الطيبة هي الأهم، وإزاي إن القيم الجميلة دي قدرت تجمع بين طبقتين في المجتمع مختلفتين عن بعض تحت سقف واحد، وإن الصداقة والمحبة ملهاش علاقة باختلاف ثقافتهم ولا خلفياتهم ولا نظرتهم للحياة. وده كان الهدف من كل الأعمال الدرامية زمان. لذلك المجتمع كان فعلا مختلف، وكانت القيمة والمبادئ والأخلاق الراقية هي الأساس في مجتمعنا. أما دلوقت بقينا نشوف مسلسلات بتحرض على قطع الأرحام والغدر والخيانة من أقرب الناس، وإبراز صورة تاجر الممنوعات وكأنه بطل.
وبالتالي الدراما وهدفها اتغيروا، وبالتبعية اتغير معاهم المجتمع، لأن زي ما قلت لحضراتكم إن الدراما بتأثر بشكل كبير ومباشر على الوعي والذوق العام. أنا مش بقول إن كل الأعمال الجديدة وحشة، لكن طول ما الجديد كل هدفه الإثارة والترند، حتى لو هنسمع ألفاظ غير أخلاقية ومشاهد بنضطر إننا نمنع الأطفال من مشاهدتها، وإبراز العنف الأسري وبروز صورة تاجر الممنوعات على إنه بطل، هتفضل الدراما في خطر، وهنفضل نحن لدراما زمان ونشوفها هي الأفضل والأحسن. وأي عمل جديد هنلاقي فيه إبراز القيمة المجتمعية والحرص على تقديم نماذج واقعية تعلم وتوعي وتثقف، أكيد هنحبه وهنحترمه. أتمنى من صناع الدراما دلوقتي إنهم يركزوا أكتر على القيم المجتمعية والأسرية، ويكونوا عارفين إنهم بيشكلوا الذوق العام للمجتمع. أتمناكم بخير، تحياتي للجميع.